لقاء السد المتصدر لصاحب المركز التاسع قطر هنا على استاد السد وقطر ضمن لقاءات الاسبوع الخامس عشر من دوري نجوم اكسبو. رجل لرجل، فرصة لهدف سداوي أول، أكرم أرسلها وبعد ذلك وبينات عادت تسديده. دائما لقاءاتهم ما تكون مشوقة. الكرة البينية سيبا وصلت إلى يدي سعد، وصلت إلى أحمد، بعد ذلك عادت ربع ساعة تنقضي الأمور بالتعادل. أكرم انطلاقة، أكرم استلم يبحث عن زميل يعطي تمريرة. الدفاع يبعدها، الدفاع ينجح في بعد ذلك جيريمي كنترول في المساحة. أكرم انطلق، شوف أكرم يحاول المرور، أكرم عفيف، أكرم لعيب، أكرم ساطع 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 ساطع. الزعيم يبحثون عن أول الأهداف، العكسية الرأسية من على خط المرمى، من على خط المرمى أبعدها، لكن اللقاء لا تصور أن ينتهي بالتعادل السلبي. دائما لقاءاتهم مليئة بالأهداف. وسيبا كاد أن يستحيل السد مقابل 26 نسبة استحواذ، وكرة لدى الملك يوهان بولي وتسديدة بأحضان ويدي سعد الشيب. بدأ الآن نادي غوزالو بالاتا، استلم كرة، بالاتا تقدم، بالاتا يبحث عن العكسية، سداوية جول أول من اللعيب. الكرة للسد عكسية، أبعدها إبراهيم ماجد، ركلة جزاء هذه المرة، ركلة ذكرى تلك الليالي وعلى ذكرى ذلك الإنجاز. الثاني من اللحظة استخلاص كرة، وبعد ذلك فرصة من أجل الثالث. ركلة جزاء وبلا نقاش، القرار ركلة جزاء. أكرم عفيف، ركلة جزاء أخرى ثانية، ساطع وأكرم، أكرم يا لعيب، يا دين، يا هداف، يا لعيب، أكرم عفيف. بطولة أخرى، زعيم البطولات والألقاب، ذلك الفريق المرعب. وهنا بولي، لكن سيس أحمد المحاولة لدى الملك، تاباتا يقترب وتسديدة. سعد السيد هانيو سوزا، الكرة لعبت وبعد ذلك لا تزال تسديدة. الله على الاثنين. عيسى من أجل متغيرات يبحث عنها هانيو سوزا، لكن حتى الآن لا تحضر بصورة واضحة. أكرم عفيف، بغداد، ساطع عبد الناصر، ساطع يسطع ويبعد الكرة الماضية من أمامي. مونجا تحسن أداء في شوط اللقاء الثاني، لكن هذا التحسن لا يستطيع الوصول من خلالها، لكن البحث مستمر والكرة عالية. وبولي أيضا مرة أخرى يحاول، لكنه لا ينجح في الوصول إلى مرمى السد. اللقاء كرة تلعب عكسية ايضا لمعاد حاضر من جانب حزباوي لهاشم علي، هاشم لاكرم، 1-2، اكرم عاليه تتهيأ، وين يا حزباوي؟ عدت الرابعه، هنا الكره
الكرة لدى مالونكا يلعب كرة، محاولة تسديد وكرة يتشد. إبرانو تبات يبحث بالقدم اليسرى، تسديد. سعد يخطف ربما نجومية اللقاء. صحيح، نعم، وفي آخر كرة، وبعد ذلك تكون الصورة الأخيرة، الصورة الصافرة تولي للنهاية.